من اجمل الحاجات اللي جبتها الفتره الاخيره، وكل اللي يشوفه في اي فيديو لازم يسالني عليه. مضرب النسكافيه ده جامد جدا. طبعا كلنا عارفين الشكل التقليدي اللي كلنا متعودين عليه، وهو اللي طلع علينا في الاول. وده بيشتغل بالحجاره وملوش اي 30 لازمه، يا دوب بيشتغل مره وبعد كده ما بيشتغلش تاني. حرفيا كان مركون وما كنتش بعمل بيه اي حاجه، وعايز حجاره طول الوقت وفي نفس الوقت مش بيشتغل. فانا قررت اجيب النوع اللي بيتشحن، فجي قدامي الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. المضرب ده بيتكون من الموتور نفسه واتنين خافق، واحد للبيض وواحد للنسكافيه، وكمان معاه وصلة شحن. المضرب بيتكون من الموتور زي ما قلت لكم، وفيه 3 سرعات. ال3 سرعات جامدين جدا. اول سرعة خفيفة شوية، من السرعة التانية والتالتة السرعة بتاعته جميلة. بيتشحن بوصلة الشحن بتاعته، وليه حوالي عندي شهر ونص، وهي اول شحنة وما شحنتوش بعد كده، لان احنا لما بنيجي نستخدمه يا دوب بيبقى الاستخدام حاجة بسيطة. وهتشوفوا المفعول بتاعه دلوقتي لما اعمل معاكم ايس كوفي. قبل ما اشتري الهاند ميكسر ده انا كنت فاكراه ماركة سوكاني. ماركة سوكاني كل الاكسسوارات اللي فيها هتلاقوها ذهبي، الخط اللي هو لونه ابيض هتلاقوه ذهبي، والزرار بتاعه برضو لونه ذهبي. طيب يفرق ايه ده عن ده؟ ده لما اشتريته كان ب 150 جنيه. سوكاني سعره اكتر من 350 جنيه، وبيتباع اونلاين، وكمان عليه سعر التوصيل ممكن يقفل له حركه 500 جنيه. وانت ليكي حريه الاختيار تختاري النوع اللي انت محتاجاه. انا عن نفسي مش شايفه بينهم اي فرق تماما، لان هو بيأدي الغرض اللي مطلوب منه وبس كده. لو عجبكم الفيديو اعملي لايك وشيري مع اصحابك.